بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب ما تشوفوا الفيديو يا أغلى متابعين. كل سنة وانتم طيبين، وفي سلسلة مشروبات رمضان معاكم مكملين. احنا عملنا مع بعض الفيديو اللي فات بودرة العناب، وعملنا قبلها البرتقال بالجزر، وإن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض مشروب التمر الهندي كده بالكركديه. حاجة كده تروي العطش. ما شاء الله من المشروبات الأساسية عندنا في رمضان. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي حبيبة قلبي وفعل الجرس عشان يوصلك منه كل جديد، وكمان ما تنسيش تحط اللايك. طيب هنبدأ بأول حاجة اللي هو الكركديه. معايا كده كمية كركديه حلوة، جبتها من عند العطار، دول ب10 جنيه. قلت له اديني، عايزه ب10 جنيه كركديه. بس اهم حاجه عايزه كركديه اللي هو السوداني او الصعيدي بقى اقول عليه، مش عارفه زي ما تقولي ايه، المهم اللي هو بيبقى معايا غامق وبيزرد لون حلو قوي. النضيف ده اللي هو بيبقى شكل الوردات الغامقه دي، تمام. طيب والراعي الرئيسي بتاعنا بقى اللي هو ايه، التمر الهندي الجميل ده. عارفين التمر الهندي اللي هو اللفات دي كانت لفه، خدت منها جزء كده، عملته مرة قبل كده، ودي الباقي بتاعها، يعني هي كمية كبيرة. الأساسي بتاعنا النهاردة هو التمر الهندي بالكركديه، تمام. احنا بس بنظبط اللون بتاعه شوية عشان التمر الهندي ده لما بتيجي تعمليه لوحده كده بيبقى لونه فاتح. فأنا عايزة أظبط اللون، وهنعمل بقى مشروب مركز كده يقعد معانا الشهر كله. طيب ضفت عليه ايه؟ ضفت عليه في الأول لتر ونص من المية، وبعدين كمان حطيت له كمان لتر، يعني كده حطينا 2 لتر ونص من المية. احنا هنعمل مشروب تمر هندي مركز جدًا، جدًا، حاجة كده زي اللي بتشتريها من برّه من المحلات ومن العصارات، بس حاجة على أنضف. طبعًا شغل العصارات برّه ما بيبقاش شغل طبيعي زي اللي إحنا بنعمله ده. إحنا هنعمل شغل كده أو مشروب طبيعي بدون إضافة مواد حافظة، بدون أي حاجة، تمام. وهارفعه على النار كده زي ما أنتم شايفين حبايب قلبي، ولمّا يغلي معايا كده هاقلّبه كده شوية واسيبه لمدة 10 دقايق يغلي كده، ينزّل اللون بتاعه جدًا. وبُصّي من حين لآخر كده قلّبي فيه لغاية لمّا تدوّبي، تحسّي إن التمر الهندي بتاعنا كده كلّه داب في الحلة بتاعتي. طب ده إيه؟ ده سُكّر خير بلدنا، خير بلدنا يا جدعان. شُفتوا بلدنا قد إيه فيها خير؟ ما شاء الله علينا يعني، بسم الله ما شاء الله. معايا كيلو من السُكّر، أنا نزّلته كده على الكركديه بتاعنا أو التمر بتاعنا. بس الكيلو كتير يا أم أحمد. لا يا حبيبة قلبي، الكيلو مش كتير، بالعكس أنا ضِفت كمان ليه نُص كيلو. أنا هاعمل مُركّز. عارفين يعني إيه مُركّز؟ يعني مش عايزة أقول لكم طعم بقى وقوام حاجة كده ما شاء الله. وبعدين إحنا هنحلّه بعد كده، تمام. وهاسيب السكر كده يغلي مع التمر والكركديه كده على النار برضه كمان من 10 دقايق كده ربع ساعة، بس على نار هادية كده. أنا عايزاه بُصّي يعقد معايا شوية. شُفتِ زي ما تكوني بتعملي شربات كده، بس مش هيعقد مني أوي. أنا عايزة القوام بتاعه بس يبقى تقيل شوية، ما تسيبيهوش يستوي أوي، تمام. شايفين أهو بسم الله ما شاء الله، شايفين قد إيه القوام؟ شايفين قد إيه اللون بتاعه بقى تحفة. ومش عايزة أقول لِك بقى بصراحة حاجة كده جميلة جدًا، فاخر من الآخر يا جماعة، طبيعي وعلى إيدِك وحاجة نضافة في بيتِك، وأحلى من برّه كمان بكتير والله العظيم. طبعًا بعد ما أطفي عليه النار لازم أسيبه يهدى خالص، لازم يبرد جدًا، تمام. وبعد كده بقى هاجيب مصفى ضيّقة وهابدأ أصفّيه. مصفى ضيّقة جدًا. بس أنا بقى وأنا باقلِّب هنا بالمصفى دي كده، وأنا باصفّي بالمصفى دي، لقيت نفسي كده هابهدل الدنيا حواليّا وكده. فأنا نسيت أصلًا، كنت ناسية إن أنا عندي المصفى الكبيرة دي. فقُلت أنا هاعذّب نفسي ليه يا جدعان؟ فشِلتها خالص وجِبت المصفى الكبيرة كده، وهاصفّي بقى براحتي، بدون ما أوقّع بقى وأبهدل الدنيا حواليّا، تمام. وهانزل كده بالمشروب بتاعنا كُلّه، طبعًا هو بِرِد معايا، وهابدأ أصفّيه. وخدي بالِك وأنتِ بتصفّيه عشان قطع التمر الهندي بيبقى لسه فيها بواقي. بُصّي اضغطي أوي واعصري أوي و واعملي زي ما أنا وعملت كده. بُصّوا أنا شِلت الإسباتيولا في الآخر وقُمت قعدت دعكته بإيدي كده. لازم تصفّيه لإن بيبقى فيه بواقي. أيوه هنا أنا شِلتها وقُمت بقى يعني بُصّوا جِبت اللي في الآخر منّه يعني، لإن فيه كمية كبيرة. هنملى الشفشق بتاعنا كده. اصبروا بس عشان لسه فيه، يعني اللي هو كده ما خلصش تصفية. ده ما شاء الله كده بُصّوا لسه فيه قوام كتير أوي تقيل.
ابدئي بقى إيه اعصريه أوي بإيديكِ أو أنا كنت باشوف زمان كده يحطوه في شاشة كده واعصري، بس أنا الحمد لله المصفى بتاعتي ضيّقة جدًا، جدًا ما بتنزّلش أي شوائب، ولكن اضغطي أوي، اضغطي أوي عشان تنزّلي البهريز اللي موجود في التمر الهندي عارفين البهريز ده؟ نزّليه كويس أوي، أوي. إحنا عايزين نستفيد بالمادة الموجودة كلّها في التمر أو طعم التمر نفسه. أنا مش عايزة أحس بطعم الكركديه خالص، هو الكركديه أنا باحطه كده عشان يضبّط اللون ويدّيني برضه طعم المزازة ها، طبعًا الكمية الأخيرة دي نزلة تقيلة جدًا، فاضطريت إن أنا أقلب الأولاني عليه عشان إيه، أقلّبه في بعضه ويبقى كُلّاته طعم واحد وقوام واحد، لأن الجزء اللي تحت اللي إحنا صفّيناه في الآخر ده كان تقيل، تمام؟ فقلّبته كده مع بعضه وخلاص عشان يبقى كُلّه زي ما اتفقنا قوام واحد، هنضيف إيه بقى، هاضيف كده عصير ليمونتين كبار، ودول على الكمية بتاعتي، أنا عاملة كيلو ونُص من السُكّر. على الاتنين ونُص، طبعًا تقدري تقللي الكمية، تنصّصيها، اعملي نُص كيلو بس من السكر وتضيفي عليه ليمونة واحدة كبيرة، عصير ليمونة واحدة كبيرة، مش عايزة أقول لِك عصير الليمون ده بيدّي له طعم جميل جدًا، بُصّي كإنِّك بتشربي كده العصير اللي هو بتاع العصارات ده، بس طبعًا زي ما قُلت لِك مش طبيعي اللي برّه. طيب مش عايزة تحطّي ليمونة، ممكن تستبدليها بنُص معلقة صغيّرة كده من ملح الليمون، بس أنا فضّلت الليمون عشان أنا عايزة أعمل المشروب بتاعي طبيعي، تمام، وهابدأ بقى إيه، لازم أرجع تاني للشفشق، إيه يا أم أحمد أنتِ محيّرانا من الشفشق للطبق وكده، ما هو أنا يا جماعة ما ينفعش أصُبّه في الأزايز إلا لازم أحطّه في الشفشق كده عشان برضه ما أغرّقش الدنيا حواليّا. خلاص عشان أنا لو حطيته وصبّيت بالطبق كده في الإزازة صدّقوني هي الموضوع هيتحوّل خالص. طَب وصلتِ معايا لغاية هنا؟ حُطّي لايك بقى بالله عليكِ، ها، وكل سنة وأنتِ طيبة كده حبيبتي، لايك ببلاش. هابدأ إيه، أعبّي الإزازة التانية، طبعًا الإزازتين بتوعي دُولة الواحدة فيهم حوالي لتر أو أقل شوية، بس هي أظن يعني لتر يعني. فما شاء الله الكمية بتاعتي دي عملت لي ريتلين 2 كاملين، واصبروا معانا كده خليكم لآخر خليكم معايا لآخر الفيديو، هنشوف هنعمل إيه كده. خلاص كده شايفين القوام بتاعه يا جدعان، شايفين لونه تحفة، والله العظيم تحفة جدًا، جدًا. وحاجة جميلة أوي. صدقيني، صدقيني الحاجة اللي أنتِ بتعمليها في البيت على إيدِك دي بتبقى أحسن وأنضف بكتير، وكل مرّة هاقول لِك الموضوع مش موضوع توفير، الموضوع إن حاجة نضيفة وعلى إيدي في بيتي، وعارفة أنا باشرّب ولادي إيه، تمام، كده عبّينا الإزازتين، في شوية كده صغيّرين في الشفشق، تعالوا بقى شوفوا الحركة دي، بُصّوا بقى الحركة دي، إيه رأيكم بقى؟ إيه رأيكم في الحركة دي؟ تمام، هنعمل بقى 2 شوب عصير، أقسم بالله أنا عملتهم 2 كده من غير ما أعرف إن في حد جاي والّا لأ، خلاص، وحُطّي بقى مكعبات التلج كده، يا روقانِك يا مزاجِك، إيه رأيكم بقى؟ الكوباية دي أو الشوب العصير ده تحفة، والله، والله أنا بعد ما عملته وخلّصت ولسه باقلِّب كده لقيت ابني جاي بيقول لي: "أنا معايا صاحبي، هو أنتِ عارفة إن إحنا جايين والّا إيه؟ بتعملي لنا مشروب؟" قُلت لهم: قلبي حاسس إن أنتم جايين، عشان كده قُلت اعملي 2. فهنا بقى بُصّوا، هنصُب كده كمية هنا في الكوباية دي، إحنا بناخد بُصّوا بنصُب كده بس التِلت الأخير من الكوباية، التِلت الأولاني ها، مش الأخير، التِلت الأولاني، شوفوا كده، بُصّوا إيه رأيكم في الحركة دي بقى، حلو التصوير كده بالبطيء والّا إيه؟ قولوا لي لو عاجبكم التصوير بالبطيء كده قولوا لي كده نجرّب الفكرة دي من جديد، أنا قُلت أمّا أعملها كده وأشوف هتقولوا لي إيه. هننزّل بقى كده الكمية التانية في الكوباية التانية، مش عايزة أقول لكم بصراحة كانت كوباية بقى عصير مشبّرة بألف هنا وشفا كده للي شربها، تخيّلي دي بقى كده في رمضان بعد صيام طويل، تخيّلي بقى الكوباية دي عاملة إيه، على فكرة إحنا ولادي من اللي بنفضّل المشروبات الخفيفة دي في رمضان عن العصاير يعني، في العصير المانجا والعصير البرتقال والحاجات دي، هُم بيفضّلوا دايمًا المشروب ده الخفيف ده، يقول لِك حلو كده بيروي عطشنا أكتر من العصاير التانية. فده التمر الهندي دوّة بالكركديه ده عندي أساسي يوميًا، يوميًا عندي جنب العصاير التانية تمام، جنب عصير بقى برتقان، جنب مانجا، جنب فراولة، لكن الأساسي عندي التمر الهندي ده بصراحة. هنبدأ بقى طبعًا بعد ما حطينا كده المشروب بتاعنا اللي إحنا عاملينه مركّز، حطينا طبعًا إيه، مكعبات التلج وكمان هنضيف بقى المَيّة بتاعتنا كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، ما شاء الله. تخيّلوا
شايفين ما شاء الله شوف قد إيه وحطينا قد إيه، أنا ما احتجتش سكر خالص ولا أي حاجة، كان الطعم بتاعه رهيب، جميل جدًا، مش عايز أي سكر تاني خالص. عرفتوا بقى إن الموضوع أصلًا مش مُكلِّف ولا أي حاجة، إحنا حطينا كيلو ونُص من السكر، ولكن الطعم بعد كده أنا باخد كمية صغيرة وبازوّدها بعد كده بالمَيّة، وما شاء الله حاجة كده زي الفل بجد، بجد تستاهل بُقُّكم، يا ريتكم كده جنبنا كنت عملت لكم إيه، أحلى مشروب بصراحة وعزمتكم عليه. إيه رأيكم بقى بصراحة كده في الكوباية المشروب دي أو التمر الهندي ده؟ تحفة ما شاء الله. ادعوا لي بقى ربنا يصلح حالي وحالكم جميعًا، وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهارده، يا رب يكون عند حسن ظنكم، ويا أحلى وأغلى متابعين، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.